الأراجوز المصري نهل من شوارع وأزقة التراث الشعبي متأثرا بجمالياته ومضامينه. عشق المسرح وعمل من أجله، لكنه تميز في عشقه لفنون العرائس. وبإصرار حديدي استطاع أن يعلم ويثقف نفسه بنفسه. وكما كانت خبرته طويلة وشاملة في المسرح التقليدي كمخرج للعديد من أعمال مشاهير الكتاب، إلا أن خبرته في فن العرائس جعلت منه رائدا ومعلما، كما استطاع أن يصل الآن إلى أن يكون من أهم محترفي فن الأراجوز في مصر، وأصبح له تواجد ملموس في مسلسلات الأطفال والمسرح، وأن يكون من أهم مخرجي الثقافة الجماهيرية. ومن هنا كانت مبادرته في ورش العمل في صنع العرائس المسرحية، والتي استخدمها من قبل في العديد من مسرحياته للكبار، كما في مسرحية أبو عجور، وللأطفال كما شاهدنا في مسرحية معروف في بحر الحروب وأحلام عصافير. عمل 45 مسلسل عرائس، بدأ ببوجي وطبطب حتى زازا وجرجير، وحفلة على شرف تعلوب، وأصيل في بلاد النخيل، ولبن العصفور. كما كان له دور بارز، وذلك بالتعاون بين المركز القومي للمسرح وهيئة فولبرايت الأمريكية. الأراجوز هو أحد الأشكال التي تنتمي لما يعرف باسم مسرح العرائس، وهو على وجه الدقة عبارة عن دمية قفاز جوانتي، حيث نجد رأسه مصنوعة من خامة خفيفة وصلبة كالخشب، مرسوم عليها وجه ذو ملامح، وتنتهي من أعلى بطرطور أحمر. أما وسط الأراجوز وصدره فهو عبارة عن جلباب أحمر طويل، ويداه قطعتان من الخشب، ويتم التحرك في تحريك الأراجوز الدمية عن طريق اليد، حيث يستطيع اللاعب أن يحرك الدمية بوضع إصبع السبابة في رأس الدمية، وأن يحرك يد الدمية اليمنى بالوسطى، واليد اليسرى بالإبهام، وتختفي يد اللاعب كاملة في جلباب الدمية. وتعتمد فرق العمل بالورش على التعريف بأنواع العرائس ومسارحها، كيف تصنع عروسة قفاز، التعريف بالخامات المستخدمة، ثم تدريب عملي. كيفية كتابة حكاية، مثلا الرضا بالمقسوم، مثل الأرنب الغضبان الذي تمرد على طعامه. وهنا سوف نتعرف على نوع واحد من العرائس، وهي القفاز أو الأراجوز. إلى الآن اختلف الباحثون على فن الأراجوز وأثاروا هذا التساؤل، هل هو مصري أم لا؟ الأراجوز أيضا يستخدم في طريقة الأداء التمثيلي صفارة تسمى الأمانة، توضع في سقف الحلق، وهي عبارة عن قطعتين معدن نحاس بينهما شريط من القطن مقاس 2 سم في 2 سم، وهي التي تصدر الصوت النحاسي المميز للأراجوز. وأيضا من أسباب البهجة التي يصنعها الأراجوز لدى جمهور الأطفال والكبار. يقول عن الأراجوز إنه لسان حال الناس، لسان صفيح ما يقولش غير الحق. شكل مسرح عرايس القفاز او الأراجوز عبارة عن مستطيل خشبي مقاسه 160 سنتيمتر في متر، مع جنبين يمين وشمال مقاسهم 40 سنتي في متر. المصريين عرفوا العرايس الشعبية كتير جدا على مر العصور، منها العروسة المصنوعة من القماش والمحشوة بالقطن، وكمان عروسة القمح، خيال المآتة، وعروسة الزعف، وعروسة الحسد او العروسة الورقية اللي كانت بتستخدم في الرقوة
عروسة مصنوعة من الورق وبتتخرم بالإبرة. وعرفنا كمان عرايس خيال الظل، وكمان عرايس المولد اللي كنا بنزينها بالدواير اللي مصنوعة من القماش ومصنوعة من الورق. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآن الأوان بدق يا ولد. وكمان عرفنا عروسة الماريونيت. كلمة لابد منها، فن العرايس بيبدأ لما تنتهي قدرات المسرح البشري ويبدأ العالم العجيب للعروسة، حيث ان كل شيء بيتحرك وكل شيء بيفهم وكل شيء بيتكلم، لا يمكن التنبؤ بما يحدث له او منه. كمان مهم جدا ان احنا نعرف ان معظم الابتكارات اللي كانت سبب في تقدم البشرية كانت من خيال الاطفال. فطلع يتحرك ترقيس وعمره ما يفوت الاتوبيس.